ولو مستغرب ليه اداء امبابي كان زفت في اخر ماتش لعبه، فتعالى افهمك القصه. ابو الاصدقاء اللي هقوله على الواد امبابي في الفيديو ده نابع من الجانب العلمي ولا يمت الجانب الفني باي صله. اصل لا مؤاخذه انا مش الاسطى عبده. كلنا شفنا اداء الواد امبابي في الماتش بتاع الليفر، واللي اداؤه كان يعتبر فيه زي الزفت. ضيع ضربه جزاء وما كانش مركز وكان بيلعب وحش، وغير انه اصلا اخر 9 ماتشات ليه مش جايب غير جونين بس، لدرجه ان لعبه ده خلى الجماهير تشك ان ده شبيه امبابي مش امبابي، لولا ان شبيه امبابي طلع نفى ده في فيديو. مش انا اللي بلعب، انا قاعد باكل اهو. طب هو ايه ماله يا شاف؟ في ايه اللي بيحصل معاه؟ والله اللي رد علينا في الموضوع ده هو الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد، واللي قال في تصريح ليه ان لا مؤاخذه الواد امبابي لسه مش واخد كده على الفرقه، وان برضه الماتش مش بسبب امبابي بس، الفريق كله كان زي الزفت. بس طبعا ده كلام عشان يرفع من روح امبابي المعنويه، لكن الحقيقه ممكن ما تبقاش كده. اللي بيحصل مع امبابي دلوقتي هي لعبه كيميائيه معقده في مخه. امبابي اللي كان ماشي من باريس وهو يعتبر نجم من نجوم العالم راح ريال مدريد، ومعلش حتى لو رايح ريال مدريد وهو مبسوط فده برضه بالنسبه له فريق جديد لسه مش متاقلم معاهم، لسه مش عارف طريقه لعبهم ازاي، والاهم من ده بالاصدقاء انه لسه عايز يثبت نفسه، وكمان مع الاكسبكتيشنز وتوقعات الجماهير العاليه كل ده حطه تحت ضغط، وضغط يعني الكورتيزول والسيروتونين هيعلوا في المخ، ولو الهرمونين دول عليوا الاداء والتركيز بيبقوا في الارض. وده اللي بتلاحظه على اداء امبابي في الفتره الاخيره تحديدا في ماتش الليفر. الواد واقف شارب في قلب الملعب، صلاح الوينج رجع قطع منه الكوره تقريبا مرتين او 3، ما بيجريش ما بيتحركش، فاقد تركيزه نهائي. بس ابو الاصدقاء، وعلى العموم مصدر الكلام اللي قلته في اول كومنت، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.